واحد من أقوى الحسابات البنكية اللي بيقدمها البريد المصري، وهو حساب سوبر توفير الشهري. مبدئيا كده انت عشان تقدم للحساب ده مفروض يكون عمرك 16 سنة أو أكبر، لكن لو أقل من كده هقولك تعمل ايه. ركز بس معايا في التفاصيل اللي أقولها لك. طبعا الفايدة على الحساب ده بتبقى 14% سنويا، بتنزل على أساس شهري وبتتحسب على الحد الأدنى لرصيد حسابك. وطبعا الحد الأدنى لاحتساب العائد اللي هو 14% ده لازم يكون في حسابك 50,000 جنيه فطالع. فطبعا الحساب ده ممكن بعض الناس يكون مناسب ليها، وممكن بعض الناس برضو ما يكونش مناسب ليها. ما بيتمش احتساب العائد على المبلغ اللي تم إيداعه أو سحبه في خلال الشهر. خلي بالكوا أنا قلت لكم الحد الأدنى للرصيد. يعني مثلا لو حسابك فيه 50,000 جنيه فأنت هيتحسب لك عائد عادي. جيت ضفت في خلال الشهر ده 5000 جنيه، فالعائد هيتحسب لك بس على 50,000 جنيه، لأن هو الحد الأدنى لحسابك من أول الشهر الجديد. لو فضل الفلوس زي ما هي بيتم احتساب العائد. رسوم فتح الحساب ده بسيطة جدا، واللي هي 100 جنيه. وطبعا أما بتروح البريد الموظف بياخدهم منك على طول. والحد الادنى للرصيد الافتتاحي للحساب 300 جنيه. انت ممكن تسيب فيه فلوس بدون ما يكون فيه اي فوائد عليه. المصاريف الاداريه السنويه للحساب ده 200 جنيه، يعني 50 جنيه كل 3 شهور، وده يعتبر مبلغ كويس جدا في الزمن ده، لانه اغلبيه البنوك بتاخد مصاريف اداريه على كتير. عندك نوعين من البطاقات بيتم اصدارهم، وانت هيبقى ليك واحده منهم. لو رصيدك في الحساب اقل من 50,000 جنيه فاللي هتطلع لك هي فيزا كلاسيك، واللي مصاريف إصدارها 175 جنيه، والمصاريف الإدارية بتاعتها 125 جنيه. لكن لو بقى سايب رصيد أعلى من 50,000 جنيه في البداية وأصدرت بطاقة، فالبطاقة اللي هتجيلك هي بطاقة الجولد، وبتبقى مصاريف إصدارها 225 جنيه، والمصاريف السنوية بتاعتها 175 جنيه. طبعا الفرق بين الكلاسيك والجولد هي الحدود التعامل، يعني التعامل المحلي هنا أعلى من هنا، طبعا في الجولد أعلى من الكلاسيك. بس عشان نبقى واضحين، طبعا الاتنين مش شغالين دولي، مفيش أي بطاقة خصم مباشر في مصر شغالة دولي. طبعا البطاقات دي بتجيلك لحد باب بيتك في ظرف مقفول من موظف البريد في خلال 15 يوم عمل. ايه بقى الاوراق المطلوبة لفتح الحساب؟ هي صورة بطاقة رقم قومي عادي لو انت مصري، يا اما جواز سفر لو انت اجنبي. وطبعا مطلوب منك برضو ايصال غاز او كهرباء او تليفون في حالة اختلاف محل الإقامة عن محل الإقامة المكتوب في البطاقة. يعني أنت لو عايش في سكن تاني غير السكن المكتوب في البطاقة فهات اتصال مية أو كهرباء أو غاز في آخر 3 شهور. أنا قلت لك في البداية لو أنت عمرك أقل من 16 سنة ليك تقدر تفتح الحساب ده، وبيسمى حساب القُصّر، وتقدر تفتحه بشهادة الميلاد المميكنة. وطبعا الأب هنا بيقدم ليه صورتين بطاقة، لأنه هو الوصي القانوني أو المتحكم، ويبقى ليه تحكم في الإيداع والسحب في الحساب ده. طبعا مميزات الحساب ده من وجهة نظري، أولا إن فروع بريد كتير جدا، تقدر تفتح الحساب ده وما تاخدش عليه فوائد لو رصيدك أقل من 50,000 جنيه، يعني يبقى زي حساب جاري كده. وكمان مصاريفه يعني بسيطة جدا، 200 جنيه في السنة، حاجة بسيطة. ورسوم فتح الحساب هي 100 جنيه بس. تقدر تطلع منه كارت جولد أو كارت كلاسيك على حسب بقى انت سايب فلوس قد ايه. ولو عمرك اقل من 16 سنة برضو تقدر تفتح الحساب، لان كده كده هيبقى الواصي هو الوالد او الوالدة. بس طبعا عيوب الحساب ده ان انت لو عايز فايدة فالحد الادنى لاحتساب الفايدة 50,000 جنيه يعتبر كبير. وكمان الماكينات بتاعة البريد المصري مش منتشرة، لكنك تقدر تسحب من اي ماكينة تانية ما عدا ماكينات ال HSBC، لانه البريد احيانا بتحصل معاه مشاكل. وتالت عيب من وجهة نظري يعتبر خطير جدا، انه البريد ملوش تطبيق تعرف منه رصيد حسابك. طبعا بما ان الاتيمات مش متوفرة للبريد فالايداع مش هيتم الا من فروع البريد. وزود كمان ان انت ما تقدرش تربط الكارت الكلاسيك او الكارت الجولد بانستا باي. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. هتلاقوني سايب لكم مقالة في وصف الفيديو فيها كل التفاصيل اللي انا قلتها بالتفصيل الممل. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.